السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم كده تبقوا في اتم صحة واتم حال يا رب. تعالوا واخدكم النهاردة في روتين حلو قوي هيعجبكم. هو طويل حبتين بس حلو جميل، كله نشاط كده وحيوية وهيعجبكم. روقنا وظبطنا ونزلنا السوق وعملنا اكل وعملنا حاجات كتير قوي النهاردة. ابدأ يومك كده بنشاط واستعيذي من الشيطان وانت هتعملي كل حاجة بروقان وراحة بال. اه والله زي ما بقولك كده بروقان وراحة بال. انا اول حاجه بعملها اول ما بقوم من النوم لازم اعمل الشقه، لو فيها اي كراكيب او فيها اي حاجه لازم امسكها اروقها. فاول ما صحيت كده قلت لازم بقى ايه اشوف اللي ورايا اعمله الاول. طبعا دي الصينيه اللي انتوا شايفينها دي بس البيت معايا من امبارح، فاللي هو بس البيت، فانت كده كده هتقومي تروقي حتى لو الشقه نظيفه. ما اعرفش ايه الغلب ده، اداني املس على الحاجه طول الليل واداني اروق طول الليل على اساس ان انا نايمه اقوم بقى افطر كوبايه شاي كده وسندوتش جبنه بروقان وابقى فايقه كده ومستقنيصه وقاعده في هدوء. لا، مفيش الكلام ده. اقوم برضو اطفح الدم، يعني بالليل طفح الدم قبل ما انام. والله انا يعني انا قبل ما انام اصلا ببقى مروقه ومش مخليه في اي حاجه. اقوم الصبحيه ما شاء الله ما شاء الله عندي امل بقى ان انا كنت اقوم افطر بقى واقعد شويه مع نفسي كده ومش عارف. لا، مفيش الكلام ده، الكلام ده ما بيحصلش عندنا خالص، يعني ممكن مره في الشهر كده. المهم يعني مش مشكله. اللي يغيظني ايه بقى، انا قلت له مش هو انت دخل لب تاني البيت؟ اللب ده مشكله. بصوا اللب في الارض ازاي شايفينه، ويا ريته بقى في قلب اوضه واحده. لا، ده اللب الاقيه في الاوضه دي والاقيه بره في الصاله الاقيه في الطرقه. يعني انا بيتهيألي باسل عندي طول ما هو ماشي بياكل لب بيرمي في الارض، ما عندوش ان هو يحط في طبق دي ابدا. يعني ان هو يحط في طبق لا، عكس ريتاج. يعني ريتاج تجيب الطبق وتقشر فيه، اما باسل ما عندوش اي ادنى مشكله، عادي بيرمي في اي مكان بيحبه. فهنا طبعا انا اصلا كنت عايزه اغير الملايات والدفايات وكده لاني بقى لها يجي اسبوع كده، فقلت كفايه بقى عليها كده. انا بحس ان اول ما الدفايات بتبدا كده تتوسخ يعني، فبحس ان السراير بدات تنهار كده ومش شكلها مش لطيف. فبقول لا، لازم بقى ايه اغير الدنيا كده. فطبعا غيرت الاوضه اصلا نظيفه، بس غيرت الملايات والدفايات وكنست طبعا الاوضه ولمعت الكوموديناهات ولمعت الخشب وكده وظبطت الدنيا. ده الروتين طبعا، ده كل يوم. يعني الروتين ده انا اصلا كل يوم بقوم لازم المكنسه، لازم المع بالشرشوبه، لازم الحاجات دي. اما تغيير بقى طبعا الملايات والسراير والحاجات دي لا، كل مثلا اسبوع، كل في الصيف طبعا كل 3 ايام. ما اقدر ما اضحكش عليكم، كل 3 ايام اغير الملايات. لكن طبعا في الشتاء لا، واحنا اصلا يعني مش عندي اطفال ولا عندي كده، فاللي هو مش بهلك الحاجه، يعني مش بنهلك الحاجه. فده طبعا المخده دي عذبتني علشان ادخل الكيس فيه مش نافع ولازم حد يشد معايا، وما كانش حد موجود بس اللي كان نايم. وريتاش طبعا راحت المدرسه لان احنا بدانا امتحانات الشهر. فالاول كنا بنغيب بصراحه، معرفش الترم ده احنا كسلانين بطريقه رهيبه. الترم الاولاني كان عندي نشاط بصراحه وكنت كل شويه اودي ريتاج المدرسه وانزل اوديها. الترم ده في حاجه غريبه. انا عمال اقول يا رب الترم ايه هو ماشي مع نفسه كده يكمل مع نفسه ونمتحن. وخصوصا ان احنا داخل علينا رمضان طبعا، كل سنه وانتم طيبين. فهنبقى سهر طبعا بقى ونوم الصبحيه هنصحى براحتنا. فاللي هو ايه الترم ماشي مع نفسه، فربنا يسهل ونخلص السنه دي على خير. يعني بندعي ربنا ان احنا نخلص السنه دي على خير، علشان بجد انا الترم ده مفتقداه برضو. بسبب ما اعرفش كسل السقعه بتخلينا مش قادرين نقوم من النوم. يعني السقعه بتخلي الواحد مش قادر يقوم من النوم. وهنا طبعا بقى الدفايات والحاجه مش عندي غسيل وسخ خالص غير اللي انا شلتهم دول، فقلت ايه بالطياره ده اول باول كده عشان ما تكسليش. لو حطيتهم في سبت الغسيل هكسل، فلا دخليهم على الغساله على طول. واصلا كان اخر حبه مسحوق لاخر غسله. هبدا بقى اجيب المسحوق الجديد ان شاء الله بتاع اول الشهر ان شاء الله. هو قعد معايا بصراحه، المسحوق ده قعد معايا شهر ونص يعني. فهضطر بقى اجيب ايه واحد تاني ان شاء الله لما انزل بقى اجيب الطلبات بتاعتي. يعني انا لحد دلوقتي ما نزلتش. هنا بقى طبعا بصوا المطبخ حالته ما تسرش، حالته ما تسر. بصوا بقول لكم اللب على الرخامه، يعني حتى اللب على الرخامه. فابداي شيلي بقى يا رغده كده ايه التوتر اللي انت بتبقي فيه ده. انا بقى كل توت ما انا بعمل اقول ايه، يعني طب والهلكه اللي انا فيها كنت بالليل، طب والتعب اللي انا كنت بعمله بالليل، طب والترويق اللي انا بقعد اروقه طول الليل قبل ما انام على امل ان انا اقوم الاقي الدنيا نظيفه. الكلام ده كله مفيش. فهعمل ايه طيب، هعمل ايه، قولوا لي اعمل ايه طيب.
فهنا طبعا بقى مطرح ما باسل بيعمل شاي هو وريتاج فبيوقعوا السكر. فطبعا شلت مسحت من تحت كده، ده الكورنر، ده الكوفي كورنر بتاعي يا جماعه، ما تتريقوش علينا لو سمحت. شاي، قهوه، جنزبيل، قرفه، نعناع، اللي قلبك يحبه كله. على قدنا، على قدنا، كوفي كورنر على قدنا. لما نعمل كوفي كورنر جديد بقى ان شاء الله كده، برونق جديد وبشكل جديد كده، هنعمل حاجات جميله جميله جميله، بس ايه، بعد رمضان ان شاء الله. بعد رمضان هيبقى فيه مفاجأة سارة 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 ان شاء الله. ان شاء الله يعني ادعوا ربنا ان هي تتم بس على خير، يعني مش عايزة اتكلم فيها، بس ان هي تتم على خير ان شاء الله. وطبعا البوتاجاز كنت انا بقى قبلها بيوم كنت عند صاحبتي مقضية اليوم يعني، وعملت لهم هم بقى ايه اكل شوربة ورز ولحمة. فطبعا بقى عايزة اقول لكم يعني مطرح ما كلوا برضو كده دوت بقى، انا اصلا لما جيت بالليل كنت سايبه الاكل برضو بس كنت مروقه المطبخ. فطبعا اللي اتبقى بقى شلته ومسحته وظبطت المطبخ خلاص. بصوا بقول لكم مطرح ما باسل بقى في الصاله، يعني لب في الصاله وشاي وحاجه ساقعه وما شاء الله فاتحينها قهوه، يعني فاتحينها قهوه ما شاء الله. طبعا شلت ده كله بقى، وبصوا قشر اللب، الله يسامحك الله يسامحك، قلت الريتاج لو جبتي لب تاني ولا لمحت لب تاني في البيت هزعلك. عارفه يعني ايه هزعلك؟ ما دام ما بتروقيش وما بتمديش ايديكي في حاجه، ما اشوفش اللب هنا يخش الا في الاسبوع مره، مش كل يوم، مش كل يوم تاكل من اللب. كل يوم اكل شويه اللب واطفح عليهم تاني يوم الدم. طب انا جاي لي بايه بقى من كده؟ قلت لهم لا، ما عادش فيه لب تاني يخش البيت. هنا طبعا انا حاطه الحافظه دي شلتها من اوضه الانتريه اللي هو الزيتي وحطيتها هنا، لان التانية اللي هي المخططه دي الالوان اللي عامله زي العرباوي ديت حسيت ان هي تعبت لي اعصابي كتير مع الاوضه، ولونها نفس لون الاوضه، فحسيت ان هي كتير قوي كده فمزغلله لي عينيا. فقلت لا خلينا احط، أنا بحب الالوان الفاتحه بصراحه يعني، فحطيت اللي هي البيضه دي جميله كده منطقه الاوضه ومخليه لون الاوضه هادي وجميل كده. طبعا بقى انا بروق خالص وبعد كده بروح كنسه كله مره واحده، وفي الاخر اروح ملمعه بالشرشوبه مره واحده. هنا طبعا بقى خدت الصاله معايا بالطرقه بكده، انا عارفه طبعا ان في وساخه. بصوا مطرح حتى ما بنرمي الزباله في الحته ديت فتلاقي الزباله واقعه برده وكده. فكل ده بيتعمل يعني. بصي مهما تقومي وتقولي ده انا ورايا شغل مش عارف ايه ورايا ايه، صدقيني كله بيتعمل وكله بيخلص وكله بيعدي. انا قعدت يجي 8 شهور مش قاعده في البيت عندي هنا لظروف ما، يعني كنت قاعده عند ماما، وكنت يعني راجعه وعماله اقول البيت هيبقى خرابه، وهو فعلا انا رجعت كان خرابه فعلا. بس بقيت مش متخيله ان الحاجه ممكن تتروق وتتنضف وتتعمل، بس اتعملت كل حاجه واتروقت ورجعت كل حاجه زي ما كانت وزي الفل. فعشان كده من ساعه كده من ساعه الموقف ده يعني، فدايما اقعد اقول لنفسي طب خلاص سيبيهم يهروا وينكتوا، وكده كده الحاجه بتتروق. وبعدين هو احنا هنعيش كام مره يعني؟ هتدنك على راي ماما تملسي وتعملي وتسوي يا رغده، احنا بنموت وبنسيب الحاجه، يعني احنا بنموت والحاجه بتعيش يعني. فيا بنتي خلي عيالك يتهنوا ويتمتعوا، وبلاش الوسواس اللي عندك دوت، وبلاش النظافه الزياده دي، سيبي عيالك يتمتعوا بالحاجه. فانا خدت الكلمه دي بصراحه، فما عدتش بدق بقى، كنت يعني ايه اللي هو كنت الاول لما اجي انام هتناموا معايا هنقوم مع بعض مش عارف ايه، عشان وهم صغيرين. دلوقتي ما شاء الله كبروا، وكل واحد اللي عايز يقعد قدام تلفزيون، اللي عايز يقعد على تليفون، مش هقدر اتحكم فيهم طبعا. فسايباهم براحتهم يعني، عشان بعد كده بقى لما يتجوزوا ويروحوا بيوتهم يقولوا كانت ايام سعيده في بيت امنا. عشنا ايام سعيده، كانت امنا سايبانا براحتنا ومخلينا مش عايزين حاجه. فجبت الشرشوبه اللهلوبه بتاعتي ديت بصراحه من ساعه ما جبتها وهي لذيذه جدا وعجباني، ومش بتوجعلي ايديا، يعني مش بتوجعلي ايديا، بتنزليها كده بتروح عصره لوحدها. انا عايزه اقول لكم جميع المنظفات خلصت من عندي، ولا عندي كلور ولا عندي دوني ولا عندي اي حاجه خالص. طب اعمل ايه؟ احط ايه طب يدي ريحه للشقه حلوه كده؟ فجبت عود عندي كده حطيت يا دوبك منه حبه على الميه، عايزه اقول لكم قلبوا ريحه الشقه مسك كده، حاجه فظيعه حلوه قوي. فالجيش بيقولك اتصرفي، يعني الجيش بيقولك اتصرفي ومش تقفي، يعني مش عندك دوني مش عندك ده هتقفي كده وتقولي لا مش عامله ومش عارفه ايه، لا اي حاجه. وهنا طبعا خدت العتبه ناحيه باب الشقه كده، ومن ناحيه البلكونه اللي ورا دي ضلمت الدنيا بقى وظبطت الدنيا خلاص
تعالوا بقى، انا الاول قلت اخد الشقه تلميعه من جوه واسيب البلكونات دي اخر حاجه عشان الميه ايه تبقى تتوسخ، تبقى ايه مع نفسها، يعني اخد الشقه من جوه الاول كده وبعد كده البلكونات. انا مش همسح غير البلكونتين بس، انا ما شاء الله عندي 3 بلكونات، بس مسحت بلكونتين بس لاني البلكونه التانية اللي على الطريق دي كان بس نايم في الاوضه، ولو فتحت عليه الاوضه هيقعد بقى يا ماما يا ماما يا ماما، فقلت لا خليه نايم كده ساكت وهادي. الحمد لله. عايزه اقول لكم البلكونه دي انا بفكركم بيها ان انا بكرهها، ان انا مش بحبها يعني. البلكونه دي مش بحبها خالص، بحب اقف فيها جدا بالليل، بس كنت بخاف اقف فيها اصلا من السقف اللي واقع، يعني كنت بخاف اقف فيها من السقف اللي واقع، لاني بتخيل كده وانا واقفه السقف يقع عليا، طب وعلى ايه بقى، مش ليها لازمه. مع اني كنت بحب اقعد فيها في الصيف جدا، احط كرسي كده واحط فرشه في الارض واقعد بقى. البلكونه دي بقى اللي ورا خالص دي على شارع جانبي كده، دي اصلا يعني ما بخشهاش، يعني دي اعين فيها طوم، اعين فيها بصل، التربو اللي انتوا شايفينه ده وبعين فيه حاجتي فيه، والطباق اللي دي كبيره برضو ملهاش مكان جوه الشقه فحطها هنا، لما بعوز اغسل حاجه فيها بدخلها جوه. بقول لكم الدنيا رايحه فين يا رغده، رايحه فين؟ ما هو العيال هياكلوا ايه يا ولاد؟ قلت هياكلوا ايه ومش عندي حاجه، قلت خلاص يا رغده انزلي هاتي سمك واعمليه. فيلا بينا، خدتكم معايا وقلنا ننزل نجيب السمك مع بعض، فنزلت جبت بقى السمك جميل جدا، بس عايزه اقول لكم بصوا السمك ده ب 60 جنيه، سمك غالي جدا يعني غالي جدا. فماما قالت لي يا رغده ما دام هتجيبي سمك هاتيلي معاكي واعمليه عندك برضو، فهي عشان كانت صايمه برضو وكده فقلت لها خلاص ماشي. فجبت لها بقى، انا السمك ده اصلا برضو عارفاه، يعني انا ليا كام حد كده ببقى ضمناهم كده، فده الحاج مصطفى ابو علي قاعد في نص الحلقه كده سمكته بتبقى زي العسل، بيقول لي وصي عليا يا ابله في اليوتيوب، قلت له انا حاضر المره الجايه هاجي اعمل معاك حلقه كامله. قلت له المره الجايه هاجي اعمل معاك حلقه كامله. فجبت الماما وجبت ليا، وبصراحه عينيا راحت على اللي هو الصغير ده، جميل كده شكله حلو، انا بحب اصلا الصغير ده في القلي قوي. فقلت له بص حط لي نص كيلو من الصغير اللي هناك عندك ده. قال لي خلاص ماشي، قال لي للقلي، قلت له اه للقلي. وخدت سمكي بقى، وانا اصلا قلت انا مش هجيب حاجه غير حاجه السلطه، يعني هجيب ايه، ورحت اديت للست اللي قاعده دي تنضف لي وكده، قلت لها نضفيهم على ما اجيب شويه حاجات كده. انتي بتصوري ايه يا رغده؟ انتي بتصوري ايه يا بنتي؟ ايه يا بنتي في ايه يا بنتي؟ معلش يا جماعه، ببقى ماشيه في الشارع بصور بس مكسوفه كده، فبلاقي ناس قدامي فبروح منزله التليفون تحت بصراحه، يا بتحرج. وهنا كنت عايزه اجيب كرومبتين بصراحه عشان عندي فراخ وعايزه اعمل كرومب، بس بصراحه الكرومب ده مش عاجبني، حاساه كرومب بط كده مش حلو. فقعدت تقول لي خدي، قلت لها لا انا عايزه كرومب بلدي عشان اما اكله يبقى مسكر كده وحلو. ورحت بقى جبت شطه، كيلو الفلفل والشطه ب 15 جنيه، جبت كيلو شطه وفلفل، وجبت طماطم، جبت 3 كيلو طماطم، وجبت كيلو خيار، الحاجات دي كلها من مكان واحد. قلت دي حاجات السلطه، غير لما انزل بقى السوق اجيب حاجتي اللي انا عايزاها، اجيب خضار. انا بصراحه ما رضيتش اجيب لاني كنت مستعجله، انا نازله السوق حوالي الساعه 2 و10 كده، فقلت علشان اجيب حاجتي والحق اطلع اعمل الاكل علشان ماما صايمه، والحق ابعت لها الاكل عشان تاكل. فجبت الحاجات اللي انا محتاجاها، واللي انا اطلع مش هقعد بقى انضف واعمل وكده، لا انا منضفه بصراحه الشقه ونزلت السوق وهطلع اعمل سمك، فكفايه عليا قوي كده. فاكتفيت بان انا اجيب حاجه سلطه بس كده وخلاص يعني. وجبت بطاطس لاني طبعا البطاطس بقى رجعت تاني لبتاعه السمك، قلت لها خلصتي؟ قالت لي اقعدي جنبي بقى هنا. قلت لها ماشي. فقلت فاللهم صل على النبي، فجبت بطاطس لاني البطاطس ما فيش غنى عنها طبعا. بقول لكم بصوا خطوتي السريعه، ما شاء الله ما شاء الله سريعه يا رغده سريعه. الليمون حلو جدا ب 15 جنيه، يعني الليمون حلو. انا ان شاء الله هجيب برضو اخلي لي برطمان كده حلو. انا في ايام المخللات والكده كنت برضو عند ماما ومخللتش ليه خالص ليمون والحاجات دي، بس ماما عندها كل ما بعوز بصراحه ببعت اخد يعني، اقول لها ابعتي لي برطمان، ابعتي لي حبه مش عارفه ايه، فبتبعت لي. فهنا الليمون جميل برضو قوي، فانا هجيبه واعمله بعصفر كده مخلل، بيبقى طعمه لذيذ يعني، لاني انا هنا عندي في البيت كمان بيحبوه. فطبعا بنقي الليمونه بليمونتها. انا عايزه اقول لكم ان انا ايام ما كنت بعمل المخلل طبعا كنت عاملاه اوردرات، والله 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 يشهد عليا ربنا ان انا كنت بروح المخلل ده، كنت بنزل له سوق التلات، عندنا سوق يعني اسمه سوق التلات، كنت انزل يعني، حتى رشا بنت عمي تشهد عليا، خدتها في يوم ونزلت، بقينا قاعدين على ركبنا كده بننقي الواحده بوحدتها، بتقولي انا ما شفتش واحده بتعمل اوردرات
بتنقي الواحده بوحدتها، القرن شطه بقرنه، الليمونيه بليمونيه، الزيتونيه. بتقولي ليه يا رغده ليه كده يعني، ده انت عذاب. رجعت يوميها الماما بتقول لها بنتك مرمطتني، بنتك عذبتني، ده بتنقي الواحده بوحدتها. لان دي حاجه انا دي قدام ربنا، والحاجه دي انا بعملها والناس مأمناني عليها وانا باخد فلوسها، فعشان كده لازم اعمل الحاجه تبقى الحاجه مظبوطه، ما اجيبش حاجه وحشه واعملها وحد يجي يشتكي مني ولا يقول. لازم ايه، الواحد يراعي ضميره في حاجه زي كده. طبعا بقى احنا مروقين ومظبطين ومش عارفه ايه، انا حطيت البطاطس تحت كده، الدنيا تحت رايقه، تحت الحوض مش في حاجه، فحطيت البطاطس عشان ايه بحتاجها اول باول كده. ممكن احطها في التربو بس في البلكونه، يعني كل ما عاوز بطاطس هخش اجيب من البلكونه، فلا بالنسبه لي كده تحت يعني ايه بتبقى سهله. بفتح الضرفه وباخد اللي انا عايزاه وخلاص كده، والضرفه دي ما فيهاش اصلا حاطه فيها زيت، وحاطه حاطه فيها الزيوت بس كده وخلاص يعني، والخزان بتاع الفلتر ما فيهاش حاجه. طبعا قلت قبل ما احط الزفاره في الحوض اغسل بقى الخضره. تعودي قبل ما تعملي الزفاره في الحوض والكلام ده يعني نضفي حاجتك الخضره والحاجات دي عشان خاطر الزفاره وكده. انا كريه عيني الزفاره، يعني قلت انضف بقى الخضره والجرجير. جرجير اصلا انا بعشقه جدا، بحبه جنب اي اكل، بحبه جدا. فجبت جرجير ب5 جنيه، وجبت بقدونس كده ب2 جنيه، وقلت للسلطه مع اني ما حطيتهاش على السلطه البقدونس، بس زوقتي بالسمك. مش مشكله يا رغده، اي حاجه اللي تعمليه كله زي الفل. والست قالت لي يا بنتي فاضل لك 3 جنيه ولا مش عارفه قد ايه كده من 15 جنيه، يعني اقفل لك بيهم اجيب لك 3 ربط نعناع. قلت لها يا ستي هاتي، مفيش حاجه بتخسر، وانا اصلا بحب النعناع وبحب الشاي بالنعناع جدا. فهنا غسلت النعناع برضو وحطيته في طبق كده لوحده، وهنا بقى الخضره والجرجير وحطيت عليهم كده شويه خل حلوين وسبتهم بقى. اهم حاجه الخضره دي ان انا نقعتها وسبتها على جنب. وجينا بقى للسمك. السمك الست منضفاه بصراحه وزي الفل، تسلم ايديها وسلم ايديها بجد يعني. انا اصلا الست دي بعزها جدا، ست محترمه جدا جدا، هي قاعده في وسط الحلقه برضو كده، بس انا بحبها جدا. يعني لو ما جبتش حد من سماك بينظف يعني عنده وجبت من بره ما عندوش تنظيف، بروح لها هي على طول. فانتوا اكيد شفتوا شكلها يعني، فروحوا نضفوا عندها تنظيفها زي الفل. هنا بقى جبت الطباق دي على فكره وانا طالعه، لان انا ما عنديش الطباق كلها اتكسرت، ما عنديش غير طبق واحد بس اللي هو الازرق. فقلت لا ده انا كنت كده هتقولوا هي راغده ما عندهاش طباق، هتفضح انا كده. فقلت لا يا بنت يا راغده عدي على بتاع البلاستيك هتليك طبقين. فعديت بصراحه جبت 3 طباق، مش طبقين بس، جبت 3 طباق. جبت دوت، وجبت الاخضر اللي انتوا شايفينه على البوتاجاز ده، وجبت من الاخضر ده واحد لبني كمان. بصراحه ما بيخسروش يعني، وجودهم في البيت ما بيخسرش، بتحتاجيهم في حاجات كتير. وهنا بقى عدت على السمك كده، نضفته كده زياده وغسلته. هو حلو نظيف. وبعدين على فكره انا بخليها تشيلي البطن بس، البطن بالنغشوش، ما بخليهاش تشيلي الزعانف والحاجات دي والديل. حتى كانت واحده قاعده بتقولي هو انت ليه ما بتشيليش الزعانف والحاجات دي بدل انت هتقليه؟ قلت لها بحب اشوف شكله كده. قالت لي ايوه ما هي العين بتاكل قبل البق. قلت لها بحب اشوف السمكيه على وضعها كده، ما بحبهاش ايه تكش خالص، خليها على وضعها كده. فهنا بقى حطيت على السمك، جبت شويه دقيق حطيتهم، وعصرت 3 ليمونات كده حلوين، وحطيت ميه وسبتها بقى ايه سبته. والسمك بصراحه ده كان نظيف، ولا في ريحه زفاره ولا في سمك تجيبيه كده تحسي ان هو ريحته زعقه كده، تحسي ان انت انا لازم السمك اجيبه بايديا. المقلي ده بالذات لو ما جبتوش بايديا ما اعرفش شكله، لازم انزل انا كده وليا كام واحد كده ابقى انا عارفاه بتاع سماك كده مضمون، ابقى انا شايفه السمك بعينيا. لكن مهما حد يجيب لي السمك ما اعرفش اكل سمك مقلي من بره ابدا. السمك المقلي من بره ما احسش ان هو ليه طعم، يعني احب السمك مقلي في البيت. مشوي ماشي ممكن شغال بره لو، وكمان انا اصلا مش مياله للسمك المشوي كتير بره، يعني مش بحب اكله كتير، فممكن مره في الشهر كده عادي سمك مشوي. فالتتبيله بقى هنا جبت فلفل احمر عندي في الفريزر طبعا، ده بيغنيني عن اي حاجه. بروح مطلعه كده الفلفل الاحمر وهرساه، خدته ضربه في الكبه مع ملح وكمون وشويه خل وليمونتين. ودي التتبيله بتاعتي بتاعت السمك، حلوه جدا. بس انا مكتره في التتبيله شويه، هاخد منها للرز وهاخد منها للسلطه وهاخد منها بابا غنوج،
هنشكلها يعني هنعمل حبشكنات كده شويه. وهنا بقى طبعا كنت غسلت السمك بقى مطرح الدقيق والليمون وكده، وسبته في المصفى يتصفى. وجبت طبعا بقى التتبيله ديت، ومسكت بقى السمك بتاعي، الثوم بالفلفل عشان مهروس قوي فحلو. السمكيه الكبيره بفتحها من الظهر وبديها تتبيله. السمكيه الصغيره مش مستاهله ان انا افتحها يعني، فبتبلها من جوه كده بس وخلاص. سمك جميل جدا. وانا بحب بقى الفلفل الاحمر في تتبيله السمك، ما بحبش احط فلفل اخضر. بحب الفلفل الاحمر كده، بيبقى جميل كده في قلب السمك. تيجي تفتحي السمكيه تلاقي الفلفل الاحمر كده شكله مبهج كده وجميل جدا. فتبلنا السمك بقى وقلينا، واليوم عدى. عايزه اقول لكم ان انا طلعت من المطبخ الساعه 7. الساعه 7، لاني خدت الاكل بعد ما خلصت ونزلت رحت وديت الاكل عند ماما عشان صايمه طبعا، والمغرب اذن وباسل مش موجود. قعدت استناه شويه لقيته هيتاخر، فقلت بصراحه لا، يعني هي صايمه، الست صايمه يعني هتقعد ايه اكتر من كده؟ فلا، نزلت وديت لها الاكل ورجعت بقى. كنت انا برضو حاطه السمك والسلطه والبابا غنوج وكله، ورحت حاطه الرز يا دوبك كده عشان يبقى سخن، ورحنا قاعدين واكلين. هنا بقى الحبه اللي فضلوا من الدقه رحت رشهم كده من فوق الوش. امسحي بقى الرخامه يا رغده، خليكي نظيفه كده. ايوه امسحي كده من الرخام. انتي بتعملي ايه تاني؟ ده البصل بتاع اجي ابص على البصل ما الاقيش الا بصلتين عندي. يا حول الله يا رب، مفيش الا بصلتين. المهم قعدت ادور ادور ادور، لقيت ما لقيت بصلتين كمان. قلت بس زي الفل خلاص كده. فخدتهم في الكبه ضربه، ونزلت بشويه زيت حلوين كده، ونزلت بالبصل. ده الرز الصياديه. ده انك بقى اول ما البصل ياخد صفار معاكي كده زي ما انت شايفه اللون الذهبي ده انك ايدك فيه علشان ما يتحرقش. ده انك ايدك فيه لغايه ما ياخد اللون البني الغامق ده، عشان انت عايزه السمك صياديه لون محمر. فعشان يطلع معاكي اللون اللي هتشوفيه معايا في اخر الفيديو لازم تعمليه كده. يعني لازم ده انك تقلبي فيه لحد ما ياخد اللون اللي هو المغمق شويه دوت. وبعد كده بقى تبداي تنزلي بالميه. وزي ما قلت لكم انا الميه ببقى عارفه معيار الرز اللي انا بعمله. هنا اول ما لقيت اللون بتاعه بدأ يخش كده، بدأت احط بقى ايه معلقه من التتبيله بتاعه السمك. عايزه اقول لك في اللحظه دي شم الريحه بقى وهميه وهميه وهميه. بصوا انا وصلت للون اللي انا عايزاه خلاص كده. نزلت بقى بمعيار الميه، واول ما حطيت الميه كده ويا دوبك خدت غلوه رحت غاسله الرز بتاعي ونازله بالرز. انا لما نزلت بالرز ما احتجتش ميه تاني، عشان بقول لكم انا عارفه معيار اللي انا بعمله. يعني عارفه الرز حتى الكميه المرات دي كبيره عشان انا مزوده عشان ماما وكده، بس انا عارفه معيار الحاجه اللي انا بعملها. حطيت بقى الرز بتاعي كده وبدات اقلب. ظبطت الملح بتاعي تاني وظبطت الكمون. يا دوبك ما تحطيش كمون كتير، يا دوبك كده حاجه بسيطه عشان ما يمررش. يعني ما تزوديش في كمون، عشان ما تقوليش رغده بتقول كمون فتحطي كمون كتير وبعدين ترجعي تدعي على رغده. لا، ادعي لي مش تدعي عليا. وهنا كنت جايبه بتنجانتين بالظبط، يعني عشان ما عنديش حد بياكله، بس قلت اعمله عشان ماما تاكل وكده. بتنجانتين بالظبط. هنا بقى قشرتهم ورحت محمراهم كده، قطعتهم وحمرتهم، وقلت اعملهم بابا غنوج. كان طالع عايزه اقول لكم خطير 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 خطير. وهنا الرز بقى كنت فتحت عليه قلبته ورحت مغطيه عليه وسايباه. انت بتاخدي التتبيله دي ليه؟ انت بتعيدي المقطع تاني؟ معلش بقى يا جماعه، انا كنت عدت المقطع تاني. ما بقول لكم بقى الزهايمر جالي بدري فاعذروني. يعني هنا اول ما الرز بتاعي اتشرب فبدات اقلب فيه كده شويه من تحت لفوق بقى علشان ما يلزقش طبعا. ووطيت بقى عليه النار وغطيته يستوي بقى على مهله خالص. لسه بدري، لسه هنقلي السمك ولسه هنعمل السلطه، لسه هنخلص بقيه حاجتنا يعني مش مستعجلين. وهنا البتنجان بقى بدات اقلب فيه كده لحد ما اتحمر معايا، واروح شايلاه بقى في الطبق. ما طلعتوش بصراحه على مناديل، يعني لان انا مقطعه الخرط تخينه فمش هتشيل زيت يعني. وكنت حاطاه برده وحاطه عليه شويه ملح لحد ما نزل ميته كده. فهو ما شاء الله ولا شرب زيت ولا طلع بزيت، يعني الحمد لله. ساعات بتطلعي البتنجان تحس ان هو منغنغ زيت كده، بس لا، ده الحمد لله طلع زي الفل. طلعته بقى وهعمل بابا غنوج في ثانيه كده في الكبه، تيك 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 كله ورا بعض وبتخلصي. والله العظيم الاكل ما خدش مني حاجه. والله على فكره لو عملت اكل كل يوم وعملت شغل كل يوم ما بزهقش، الحمد لله دي نعمه
من عند ربنا ان الواحد عنده قدره ان هو يعمل ويقوم شغل بيته دي الحمد لله نعمه، والواحد يحمد ربنا عليها فعلا. هنا بقى زي ما انتم شايفين تقولي غمقي البتنجان شويه، لا كده حلو، انا عايزاه اللون ده يبقى زي الحلو، زي الفل ولا ايه. فنزلت بقى كله كده في الكبه، ونزلت بقى بالدقه بتاعتي كلها، وحطيت شويه خل كده، وخدت فرمه. الكبه دي بتاعت ماما على فكره، عشان ما تقوليش رغده جابت كبه، لسه ما جبتش الكبه، لسه هجيب الكبه. دي بتاعت ماما. كنت بعمل ايه يا ربي، كنت بعمل كفته، فكنت محتاجه الكبه جدا، فبعت خدتها من ساعتها وهي عندي بقى. هي ما افتكرتهاش، يا رب تنساها، يا رب تنساها دلوقتي. وهنا بقى عملت طبق بابا غنوج كده، ولو دوقيه لو محتاج بقى شويه ليمون كده حطيه، هو بيبقى الليمون بقى بيديله مزازه جميله كده ايه. وجبت بقى من الزيت اللي انا عاملاه ده، حطيت يا دوبك رشه كده من فوق الوش عشان يلمع. لو عندك طحينه حطي، بس انا ما كانش عندي وما بحبوش بالطحينه، بحبه كده. وحطيت بقى شويه بقدونس كده في النص لزوم الروقان كده والشياكه. وتعالوا بقى ايه نتبل السمك بتاعنا اللي مش هياخد مننا بالظبط 10 دقايق. هنا حطيت شويه دقيق وعليهم شويه نشا. بتحطي نشا اللي هي رغده، بحط نشا عشان بينشف لي السمكيه شويه وبتبقى حلوه. وحطيت بقى شويه ملح وشويه كمون وشويه كزبره. وحطيت سن الزعفران. وطبعا انا بقول لكم انا بحط الزعفران علشان بحب السمك لونه مصفر كده. وطلعت بصراحه ما اكدبش عليكم، عندي زيت في الفرن كنت اللي انا عامله فيه البساريه، كنت مصوره معاكم البساريه، وقلت حرام انا ما قلتش فيه الا مره واحده. فطلعته صفيته وصفيت الزيت بتاع البتنجان، ويا دوبك زودت عليه حاجه بسيطه. ورحت بقى طبعا مبدره السمك بالدقيق، ونزلت في قلب الزيت. عايزه اقول لكم ما تزهقوش مني لو الفيديو طويل، بس انا ده اليوم بتاعي والروتين بتاعي، فانا حبيت ان هو يبقى كله مع بعضه، ما افصلكمش اليوم. يعني انا كان ممكن انزل روتين يوم بتاع الترويق الغرفه واللي انا بعمله، وكنت ممكن انزل الاكل في يوم تاني خالص، بس انا احب ان انا الروتين بتاعي واليوم بتاعي اشاركه كله معاكم حتى لو طويل عليكم. هاخد منك بس نص ساعه كده، بس مش هعطلك. انت ممكن تحطي التليفون على ترابيزه وانت بتشتغلي، تحطيه على الرخامه بتاعه المطبخ وانت بتشتغلي، وممكن تتفرجي عليها من غير ما اعطلك خالص واوقفك عن شغل بيتك واعطلك عن حاجه. وانت لو لسه بقى ما اشتركتيش عندي في القناه واول مره تخشي عندي واول مره تشوفيني، مش تستخسري فيا خالص الاشتراك. يعني ما تستخسريش فيا خالص الاشتراك، وما تستخسريش فيا خالص اللايك يعني. ودي اختك غلبانه برضو كده، وعايزين نوقفها على رجليها وندعمها والقناه بتاعتها تكبر. يعني انتوا كل اللي هيبص على القناه بتاعتي هيلاقيها صغيره ويقول لا 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 ده لسه صغيره يا سيدي، كبري دماغك، بصلها على فيديو كده وامشي. لا لا لا، اقفي بقى لو سمحت مش شاركي، يعني دوسي على اللايك واشتركي في القناه. يعني ما تقوليش اختك غلبانه ومش عندها حد ومش عارفه ايه تعديها، لا اشتركي القناه، يعني خلي القناه تكبر، يعني خلي القناه تكبر. بص السمك طالع ناشف ومقرمش وجميل، والسمكيه بسمكتها، الله اكبر الله اكبر على ايديك يا غوغو. وطبعا بقى كل ما اعمل رص السمك بجيب المصفى الصغنططه الجميله بتاعتي دي، واروح شايله بقى ايه الزوايد اللي بتنزل في قلب الزيت، علشان لما اجي انزل سمك تاني ما تتحرقش وتمسك في السمك اللي انا هنزله جديد. فبقى ايه بنضف الطاسه بتاعتي والزيت بتاعي كده. بصوا بحاول بقى احط التلاته جنب بعض كده عشان انجز بقى. انا اتاخرت وانا بعمل كده بقى ايه، قلت يا بنتي يا رغده اعملي ايه شويه السلطه دول. عماله اقول ايه ما اعملش سلطه ما اعملش سلطه، قلت لا اعملي سلطه، احنا ما بنعرفش ناكل السمك المقلي غير من شويه سلطه كده حلوين. والدقه طبعا بقى على السلطه حطيت شويه من الدقه بقى، الفلفل الاحمر دي على السلطه بقى ايه ما اقولكيش خطيره. بصوا السمك اصفر بايه اصفر ايه جميل جميل كده ومقرمش وجميل. وبصي الرز بقى، ده الطبق الرز اللي انا بغرفه لماما. خلاص المغرب كان اذن يعني، بس انا اتصلت عليها قالت لي اغرفي براحتك انا لسه بصلي، هصلي يعني على ما انت تيجي براحتك مش تستعجلي ولا كده. وهنا بقول لكم ما تستخسروش فيا، الله يبصوا السمك، الله 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 تسلم ايديكي يا غوغو، حاجه كده ايه جميله جميله جميله. بصوا الاكل ده طبعا الطبق دوت بتاع ماما اللي هو الكبير دوت، قلت اغلفه بقى معاكم كده بالفويل، واغلف طبق الرز. وطبعا انا حاطه السلطه وحاطه الجرجير وكله مكيساهم، وغلفت الرز بقى وحطيته في شنط كده، ودخلت بقى غيرت طبعا. وبصوا الجرجير والسلطه كله تمام، كله بابا غنوج الطبق الصغير اللي هناك ده كله زي الفل. وادعوا لي بقى انزل السلم واطلع السلم على خير ان شاء الله.
واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد في قناة يوميات رغودة. طولت عليكم كتير، معلش. لايك بقى، مع السلامة.